السلام عليكم. نهضروا في هذه الحاله هذه واش فيها بينالتي ولا ما فيهاش. كما كتلاحظوا الكره كانت غاديه قاصده الجول وتغير المسار ديال الكره. بزاف الناس غادي يقولوا هذا سبب مباشر باش غادي تكون هذه الحاله فيها بينالتي، ولكن الا لاحظنا راه تدخل جزء من الجسد قبل ما تقيس اليد اللي هو الفخذ ديال اللاعب النيجيري. قاعده ملي الكره كتضرب في شي جزء من الجسد مثلا الصدر ولا في الفخذ ولا اي جزء من الجسد وكره مشات اليد، في الحاله هذه راه ما كتعتبرش بينالتي، ولكن الا ضربات اليد مباشره تما كتكون بينالتي. فلهذا هذه الحاله هذه ما فيهاش بينالتي والحكم كان عادل وكان حكم مزيان. ولكن السؤال المطروح في هذه الحاله، تخيلوا هذه الحاله هذه كون كانت ضدنا، كون كنا حنا مدافع مثلا نايف اكرد ولا ماسينا هو اللي طرات معاه هذه الحاله بالضبط وهو اللي قاسوا الكره في يديه بنفس الامر، يعني ضربات ليه في الفخذ ديالو وقاسوا في يده، شنو كان غادي يقول الاعلام ديك الساعه، خصوصا الاعلام اللي ضد المغرب جمله وتفصيلا ماشي عادل؟ مثلا الاعلام المصري شنو كان غادي يقول، الاعلام الجزائري شنو كان غادي يقول، وكذلك بعض المغاربه اللي كيتسناو المغرب في الدوره حتى هما شنو كانوا غادي يقولوا. وهاد الناس هادو بالضبط علاش ما شفناهمش كيقولوا هاد الحاله هذه ياك ما المغرب ضاع فيها والحكم ضيع المغرب؟ بغينا نشوفوا غير ردود الفعل تاع هاد الناس ما شفناهاش باش تعرفوهم بالله هما ماشي غرضهم التحكيم يكون نزيه ولا لا، بل الغرض ديالهم هو ضد كل ما هو مغربي. ولهذا حنا كمغاربه الحمد لله بزاف الناس عقلاء، هذه ما فيهاش بينالتي، حنا بغينا تحكيم نزيه، ما تعطينيش ما تحيدش ليا. السلام عليكم، اللي ربح بالكره بصحته.